البطاطا في صوابعي الجديد. بصوا الشكل وطعم ولون وكل حاجة ببعضها تحفة. لأول مرة اعملها بجد عجبتني جدا، وخليكم انتوا كمان تعملوها. بس قبل اي حاجة لايك للفيديو واشتراك وتفعلوا زر الجرس واعملوا علامة الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل جديد. مكوناتنا سهلة وبسيطة، ونبدأ الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيه، هو نص كيلو موز وكيلو ونص بطاطا او كيلو وربع بطاطا، يعني هي كيلو ونص، في ناس بتبيعها ب10 او كيلو ربع. انا جبت كيلو وربع بطاطا، بس هي في واحده كده اتاكلت قبل ما ايه، يعني ما نعمل حاجه. غسلتها كويس اوي زي ما انتم شايفين كده، وكان فيها حاجات قطع صغيره كده، قشرتها وظبطتها. وجبت بقى الحله اللي شايفينها دي، ورحت حاطه بطه مرصاها فيها، وحطيت ايه مقدار إيه نص كوبايه الميه اللي حطيتها من شويه. تمام. وهنغطيها بقى، بس انا ما حبيتش اغطيها بورق كراسه عشان خاطر فيه الحبر، فحبيت برضه اخليها يعني إيه صحيه كمان. رحت جايبه مناديل بتاع اللي هي العاديه. لو عندك مناديل مطبخ حطيها، بس عشان برضه رحت عشان احب اخلي سمكها يتحمل بخار الميه وما يتهريش جوه البطاطا كده او يلزق في البطاطا. رحت عامله كل منديل مع بعض ميكس كده، ورحت برضو رحت جايبه الورق عشان اقفل خالص الحله بتاعتنا، وما فيش يبقى بخار يخرج ايه من الحله، وتستوي بسرعه. وايه، وهنحطها على نار هاديه. هنجيبها نحطها في اصغر عين اللي بنعمل فيها القهوه، ونوطي كمان. هتاخد معاك تقريبا ساعه الا ربع، من نص ساعه لساعه الا ربع. انت بتراقبيها بقى. بصوا ده الشكل بقى بتاعها بعد ما استوت خلاص اهي. في ناس كتير هتقول لي انت حاطه منديل ممكن تطير والكلام ده كله، لا بجد، ده ما قلت لكم انا عملت المنديل مع بعض ميكس مع بعض عشان يبقى طبق ايه تقيله شويه وتحمل البخار. وفي نفس الوقت حاطط فوقهم كمان ايه الورق بتاع الكراسه. بصوا دي الشوكولاته بقى اللي احنا هنعملها على بخار الماء السخنه عشان نعمل التزيين بيها. بصوا البطاطا بتاعتنا شويه الميه احنا حاطينهم زي ما هم، زي ما قلت لكم انا حاطها على نار هاديه جدا، وسبتها نص ساعه ساعه الا ربع. انت بتراقبيها كل شويه. حطيت شويه زيت على الشوكولاته بتاعتنا وشويه لبن، وقلبتهم كده مع بعض كويس قوي زي ما انتم شايفين كده، لحد ما وصل القوام اللي شايفينه ده. انت بتعملي الشوكولاته على بخار ميه، بس ما بتخليش الطبق اللي فيه الشوكولاته يلمس الميه، تمام؟ عشان الشوكولاته ما تحبب معاكي بمعنى صح. البطاطا بتاعتنا استوت وحطها في التلاجة شويه عشان اعرف اقطعها وتبقى ماسكه. يعني انت بعد ما تطلعيها من الحله كده تحطها في التلاجة، او هي بالحله كده تسيبيها في التلاجة حبه نص ساعه. بس صراحه ما كانش فيها حد صبر خالص. يعني صاحب الوصفه دي كان قال لي ماما انا كنت عند صاحبي فكان بطاطا حلوه قوي. قلت له ايه ما هي مشويه مقليه؟ قال لي يا ماما مشويه ومقليه ايه ده انت قديمه. قلت له بس ولا احترم نفسك. قال لي لا مش قصدي عليك انت، انا قصدي على البطاطا يعني طريقه قديمه. إيه، راح قال لي ده، راح سأل صاحبه عاملها ازاي بقى، راح قال له على الطريقه، وراح قال لي بصي. قلت له طب تعالى اعملها واعمل فيديو. راح قال لي لا لا مش الدرجه ده، انا بتحرج وبتكسف. ان يعني الواد وشك كسوف. قلت له طب خلاص انا هعملها يا سيدي مفيش مشكله. هو بس هو بقى قال لي انا احط الفينش الاخير. هو بقى اللي عمل صوص، يعني انا عملت صوص شوكولاته، بس هو بقى ايه عملنا بقى ايه. عايزه اقول لكم انا عندي القمع بتاع تحط فيه الشوكولاته دوت، بس في نفس الوقت الكيسه بايظه متقطعه. فروحت قلت اتصرف يا رب اعمل ازاي. رحت جايبه كيسه لبن وعملتها زي ما انتوا شفتوها كده. بس هما بقى مش صابرين لما اخلص تصوير، قلت لهم والله هزوركم وانتوا بتاكلوا.